السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم أحبابنا الكرام مع حل أسئلة درس الأدب في عصر صدر الإسلام، وهنحل أسئلة الفرع الأول من الأدب وهو الشعر. معايا كده واحدة واحدة. وطبعا الكتاب صفحة 132 134 عندك في طبعة الكتاب سنة 2026. السؤال بيقول: اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. بيقول الشاعر كعب بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته: رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر ذو حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. خد بالك ان في بعض الكلمات باين معناها تحت او مذكور معناها تحت. كلمة نزقا يعني احمقا وطائشا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوما طائشا ولا احمقا، وانما كان رشيد حكيم عليم وهكذا. بيقول لك بقى يا سيدي: وضح من خلال البيتين كيف صار الادب في ركاب الحضارة الاسلامية. واحنا بنشرح الدرس قلنا ان الادب في ركاب الحضارة الاسلامية اتأثر بالإسلام جدا، وكان هدفه أنه يستخدم الشعر كأداة تدافع عن الإسلام. يبقى أول حاجة عملها الشعراء هو الدفاع عن الدين الإسلامي ومدح رجاله عشان يوضحوا دورهم في هذا الدين أو في إقامة هذا الدين. يبقى أول حاجة نتكلم عنها يا جماعة في السؤال ده الدفاع. أنا مش عارف طبعا هل هقدر أكتب بشكل كويس ولا لأ بالقلم ده، ولكن تعالوا نجرب. الدفاع كده جايب بشكل ايه، هنمسح الدفاع. اعتقد ان الامر صعب جدا ان احنا نكتب كده يا شباب. طيب انا بعتذر عن موضوع القلم ده، و اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنكمل زي ما احنا، فنشوف كده نمسح كل اللي فات ده ونقول الإجابة: الشعراء كانوا بيدافعوا عن دينهم، بيمدحوا في ركاب الحضارة الإسلامية، يمدحوا رجال الحضارة الإسلامية اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبعد كده الخلفاء الراشدين. يتأثروا بأسلوب القرآن الكريم في الألفاظ وفي المعاني، وطبعا بيتأثروا بفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال ب بيقول لحضرتك: ميز من خلال البيتين أثرا من آثار الإسلام على حياة العرب. أثرا من آثار الإسلام على حياة العرب. هو عندك اختيارات 4: القضاء على الوثنية، وعندك الدعوة للتعاون على البر، القضاء على فساد الأخلاق، وحد الأمة خلف زعيم واحد. هو بيقول أثر الإسلام على حياة العرب. حياة العرب يا جماعة كانت قبائل عربية متنافرة متناحرة، بيتخانقوا مع بعض، بيحاربوا بعض، ولما الإسلام إجا قضى على مشكلة التفرق وخلاهم تحت زعيم واحد. يعني أنا لما هنا مش هختار القضاء على الوثنية، ولا القضاء على فساد الأخلاق، ولا الدعوة إلى التعاون على البر، مع إن كل الحاجات دي الإسلام عملها فعلا. بس ليه؟ إيه اللي يخليني أنا أعرف إن الإجابة وحد الأمة خلف زعيم واحد؟ لأنه بيقول لي حضرتك أثر الإسلام على حياة العرب، حياة العرب ككل. فالحاجة اللي تؤثر على حياة العرب ككل هي إنه الإسلام خلاهم دولة واحدة بعد ما كانوا قبائل متفرقة. طيب، قال عبد الله ابن الزبعري أو الزبعرة مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه الراجل ده للنبي صلى الله عليه وسلم: اني لمعتذر اليك من الذي اسديت اذ انا في الضلال اهيم. يعني انا بعتذر ليك من اللي انا اسديته، يعني قدمته من الضلال والاخطاء. مضت العداوة انتهت لما انا خلاص عرفت الصح من الغلط ودخلت في الاسلام، وانقضت اسبابها ودعت اواصر بيننا وحلوم. يعني والاواصر الروابط الدينية اللي بيننا يعني خلاص قضت على كل المشاكل دي، فانا بعتذر عنها. طبعا استنتج اثرا من اثار الاسلام على حياة العرب على المستوى الديني. هو العرب كانوا في الضلال زي ما الشاعر بيقول كده، كان بيهيم في الضلال.
المقصود به عبادة الأوثان. يبقى المستوى الديني الإسلام أثر عليه في إيه؟ في الحتة اللي فوق اللي قلناها من شوية، القضاء على الوثنية والارتقاء بعقول العرب والمسلمين ودفعهم إلى التأمل عشان بعد كده ما يعملوش حاجة ما تناسبش العقل بتاعهم. طيب يبقى كده بالنسبة للمستوى الديني القضاء على الوثنية، القضاء على الوثنية. كتبت وللأسف برضو الخط مش عاجبني. طيب والأثر اللي هو اللي أثر على المستوى الاجتماعي، التأثير على المستوى الاجتماعي يا جماعة كان خاص برضو بالحاجة اللي أنا قلتها من شوية في الشرح، وهي القضاء على العصبية القبلية. على المستوى الاجتماعي الإسلام قال للمسلمين كلكم واحد، محدش يتفخر بقبيلته ولا بعائلته ولا بنسبه ولا بحسبه. فالقضاء على الوثنية، والتانية القضاء على العصبية القبلية. طيب أو سؤال به، حدد من خلال البيتين سمة من سمات ألفاظ الشعر في عصر صدر الإسلام. ألفاظ الشعر يا جماعة من سماتها، سمات الألفاظ دي إنها كانت ألفاظ سهلة بسيطة، بعيدة عن التعقيد، بعيدة عن الألفاظ الغريبة أو الغريب أو الغرائب من الألفاظ. يعني ما بيستخدمش ألفاظ غريبة مش مفهومة، وإنما كل كلامه كان بسيط وسهل وميسر زي ألفاظ القرآن بالنسبة لهم ما كانت سهلة وبسيطة. كلام جميل. ندخل على السؤال اللي بعده. قال خزاعي المزني رضي الله عنه وأرضاه، بيقول لي الراجل بقى: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده. والنهم هنا في المعاني عندك تحت معناه اسم صنم في الجاهلية، يعني كان راح عند صنم إله من دون الله يذبح عنده ذبيحة اسمها عتيرة، ذبيحة تذبح الأصنام في الجاهلية، تمام؟ وهي نسك بيتنسك بيه زي كده عندنا ذبح الأضاحي يعني. كالذي كنت أفعله، لما راح يذبح الذبيحة عمل إيه بقى؟ فقلت لنفسي حين راجعت عقلها، لما فكرت بعقلي أهذا إله أبكام ليس يعقل؟ أبيت، يعني رفضت ان انا اعمل الغلطة الكبيرة دي، ان انا اذبح حاجة لإله ما بيفهمش ما بيعقلش. فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. انا عرفت ان انا ليا دين عظيم ما ينفعش اعمل معاه حاجة تخالف العقل والمنطق والدين. بيقول لك بقى في ألف: حدد من الأبيات سمة من سمات ألفاظ الشعر في عصر صدر الإسلام. احنا لسه قايلين انه من سمات الفاظ الشعر طبعا ان هي تكون سهله وبسيطه، الفاظ الشعر. فهو بيقول لك باين لي بقى سمه من سمات الفاظ الشعر في عصر صدر الاسلام. طبعا الالفاظ يا جماعه كانت الفاظ مهذبه، بعيده عن الالفاظ المخالفه للدين زي السباب او الشتائم او الالفاظ الخادشه للحياء او خلافه. فكان تهذيب الفاظ اللغه من سمات الالفاظ في هذا العصر. وكمان الألفاظ دي يا جماعة كانت تتنوع دلالتها من معنى لمعنى، يعني الألفاظ لها أكتر من دلالة وأكتر من معنى. وكمان كانت الألفاظ تحاكي وتماثل وتشابه كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طيب السؤال اللي بعده به ميز، احنا طبعا مش هنكتب لأن الكتابة بتبقى شكلها صعب قوي زي ما انتم شايفين. ميز من خلال الأبيات أثرا من آثار الإسلام على الحياة الدينية للعرب. يا ترى الإسلام أثر على الحياة الدينية إزاي؟ إزالة الظلم، ولا القضاء على العصبية اللي هي القبلية، يعني عصبية القبيلة، ولا الدعوة للتعاون على البر، ولا القضاء على الوثنية؟ هو فوق بيقول لي الحياة الدينية للعرب، يبقى هو على طول خلاني أتوجه للعصبية أو للقضاء على الوثنية وعبادة الأصنام. السؤال 4. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: فهذا وإني تارك الشعر بعدها لخير من الشعر اتباعا وأرشدا. هسيب الشعر لحاجة أفضل من الشعر. وقد كنت فيما مضى من قريضه، يعني من كتابة الشعر ده، تنكبت منه. تنكبت يعني معناها ملته، وممكن نقول كمان إنها معناها تجنبت منه ما أراد وأفند، يعني خلاص تجنبت هذا القريض وكتبته الشعر. سوى مدحة لله، مش هقول شعر إلا في مدح ربنا عز وجل، أو ذكر والد على والد الأقوام فضلا وسؤددا. سؤدد يعني الشرف والرفعة.
فهو بيقول ان انا يعني خلاص انا سبت الشعر، ولو هقول شعر يبقى مش هقوله الا لشيء واحد بس، وهو ان انا ايه، امدح بيه حاجه ترضي ربنا، امدح بيه ربنا عز وجل او النبي الكريم او احد رجال الدين العظماء. طيب بيقول لك حدد من الابيات غرضا شعريا ظهر استجابه لروح الاسلام. الغرض الشعر يا جماعه اللي مذكور هنا سوى مدحة لله أو ذكر والد على والد الأقوام فضلا وسؤددا، يعني يقصد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيبقى كده يا جماعة الدفاع عن الدين بمدح رجاله الكرام. يبقى هنا الغرض الشعري هنا الدفاع عن الدين بمدح رجال الدين. نقول مدح رجال الدين ماشي، الدفاع عن الدين ماشي، الدنيا كده تمام بإذن الله عز وجل. ندخل على السؤال اللي بعده في صفحة كام؟ صفحة 135. بيقول الشاعر على العباس ابن مرداس رضي الله عنه أرضاه: نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق. ناطق من الحق هنا نقصد به القرآن، فيه الفضل منه كذلك، أمين على القرآن أول شافع. النبي صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، بيوصله بكل منتهى الأمانة، وأول مبعوث يجيب الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع وأول مبعوث يوم القيامة. كلام جميل. ميز من خلال البيتين الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية. إيه الأساس اللي الدولة الإسلامية قامت عليه؟ نقرأ الاختيارات ونشوف كده إيه اللي يناسب فيها البيتين دول. القضاء على الظلم، نكمل. نشر صفة اللين، ماشي. القضاء على الوثنية، تقريبا كل دول ما اتذكروش في الإيه؟ في البيتين. امال ايه اللي اتذكر؟ قال لك اتخاذ القران دستورا. ايوه فعلا القران عندي بيقول اتانا بعد عيسى بناطق من الحق، المقصود بالقران الكريم. وامين على القران يعني بيحفظ لنا القران الكريم، يبقى القران هو الدستور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه قانونا يعني ايه، يبني عليه الدوله الاسلاميه. طيب السؤال به: استنتج من البيتين، طلع من البيتين سمه من سمات الفاظ الشعر في عصر صدر الاسلام. احنا لسه قايلينهم يا جماعه: تهذيب الفاظ الشعر، التأثر أو المحاكاة لألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية، تجنب الغريب من الألفاظ. حلو الكلام كده، احنا ايه ذكرنا سمات الشعر للمرة التانية. طيب الشعر أبو الهندي قال ايه يا سيدي؟ إذا صليت 5 كل يوم، يقصد بها الصلاة الخمس، فإن الله يغفر لي فسوقي، يعني يخرج لي كل أخطائي اللي كانت قبل الإسلام أو أخطائي اللي أثناء الإسلام. وجاهدت العدو ونلت مالا، وأحارب في الفتوحات والمغازي، وأجاهد العدو عدو الإسلام. مالا ونلت مالا يعني كسبت، أخدت نصيب من الغنائم، والمال ده بيعمل إيه؟ يبلغني إلى البيت العتيق، وأروح بقى حج كده واستمتع بالإيه؟ بمشاعر الحج الجميلة. فهذا الدين ليس به خفاء، دعوني من بنيات الطريق. إيه الغرض الشعري الذي تضمنه البيت الثاني؟ البيت الثاني اهو بيقول: وجاهدت العدو ونلت منه مالا يبلغني الى البيت العتيق. طبعا جهاد يا جماعه يبقى فتوح ومغازي. يبقى يا جماعه الغرض الشعري هنا شعر الفتوح والمغازي، شعر الفتوح والمغازي. طيب استنتج من الابيات اثر الاسلام على الفاظ الشعر ومعانيه. الاسلام طبعا يا جماعه اثر في الالفاظ. الالفاظ الاسلاميه انتشرت جدا في الشعر، زي كلمه الصيام، الصلاه، الصدقه، زي كلمه الايمان، زي كلمه الكفر، المسلم، الكافر. الالفاظ اصبحت مهذبه عن كل قول يخالف الاسلام، تراعي احكام الاسلام وتراعي الحلال والحرام. السؤال اللي بعده رقم 7. قال مالك بن الريب: ان الله يرجعني إن الله يرجعني من الغزو لا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائيا. يعني عمري ما يعني لو رجعت من الحرب ما متش ولسه عايش، حتى لو مالي قل أنا مش هطلب أي حاجة تاني، مش عايز أي حاجة من الدنيا. لعمري لئن غارت خراسان هامتي، لقد كنت عن بابي خراسان نائيا. غالت هنا ما كاتب لك معناها قطعت، وهامتي يعني طبعا رأسي. وفي خراسان مقصود بها بلاد فارس، او من دولة من بلاد فارس او مدينة من بلاد فارس كبيرة. وبلاد فارس هنا يا جماعة بتفكرنا بفكرة الحرب. هو بيحارب في خراسان،
وفي الفتوحات الإسلامية. فبيقول لو أنا هموت في خراسان أنا ما عنديش مشكلة، وممكن لو خراسان هتخليني أكسب فلوس، لأن هاخد طبعا خراسان كانت مشهورة من بلاد فارس، بلاد فارس كلها مشهورة بأن هي كانت دولة الفرس وكسرى، وعنده يعني في خزائنه الكثير من الذهب ودولة غنية يعني. فلو فتحوا الدولة الغنية دي من المؤكد ان هم هينالهم حظ من هذا الغنى. فبيقول لا لا، ده انا حتى لو لقد كنت عن باب خراسان نائية، انا ما كنتش اصلا محتاج لخراسان في اي حاجة. فيبقى لو قلنا ميز من خلال البيتين الغرض الجديد الذي ظهر في عصر صدر الاسلام، احنا لسه قايلينه فوق، شهر الفتوح هو فعلا شهر الفتوح، وهو كان فعلا في مشارك في فتح خراسان مع سعيد ابن عثمان بن عفان. طيب ما دلالة كلمة خراسان فيما يتعلق بعصر صدر الإسلام؟ أولا بلدة خراسان هي بلدة تابعة إلى بلاد الفرس، ودي يا جماعة كانت من الدول التي اتجه المسلمون في هذا الوقت إلى الفتوحات فيها والمغازي فيها، وفتحوا فيها مجموعة كبيرة من البلدان في خراسان وغيرها. يبقى هي خراسان دلالتها ان هي بلدة تشير الى الفتوحات الاسلامية اللي بدأت في عصر صدر الاسلام، وكمان تشير الى دولة او بلدة غنية ممكن يأتي من وراءها ربح كثير او مغانم كثيرة. ومع ذلك الفرسان ومنهم هذا الشاعر مالك بن الرايب ما كانش بيفكر في الدنيا ولا في اموالها، وكان زاهد في هذه الاموال. طيب السؤال الثامن رقم 8 والاخير في الجزء ده، قال حمد بن خليفة أبو شهاب: لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدا، وعلى ركنك أرسى علمه، خبر التوكيد بعد المبتدا، ووضعت الاسم والفعل ولم تترك الحرف طليقا سيدا. طبعا بيقول لحضرتك ايه دلالة كلمة التوكيد وكلمة المبتدأ وكلمة الاسم وكلمة الفعل وكلمة الحرف فيما يتعلق بأثر القرآن في اللغة. هو عايز يقول يا جماعة انه لغة القرآن يعني اللغة العربية اصبحت لغة لها القواعد بتاعتها وليها المكونات بتاعتها والعلوم المتعلقة بها عندما ظهر القرآن. فالقرآن نمى عنصر علوم مثلا النحو اللي هي طبعا بنشوف فيها التوكيد والمبتدأ والاسم والفعل والخبر وقواعده، وعلم الصرف، وطبعا علم البلاغة وعلوم تانية كتير متعلقة باللغة. القرآن الكريم هذبها وأرسل قواعدها، تمام. وده المعنى دلالة التوكيد والمبتدأ والاسم والفعل والحرف. الكلمات دي كلها بتدل على علم النحو اللي يعني ظهر بشكل كامل وتم وضع العلوم بتاعته بعد ظهور القرآن الكريم او نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكركم يا شباب عشان ما نطولش عليكم، وفي بعض الأسئلة الأخرى ممكن نحلها في فيديو تاني، وشكرا جزيلا والسلام عليكم.